تخيل إنك مش محتاج تعمل قفزة مجنونة ولا قرار بطولي، كل اللي أنت محتاجه 1% تغيير بس. 1% اللي لو استهنت بيه النهاردة هتصحى بعد سنة تلاقي نفسك شخص مختلف تماما، شخص تاني أفضل ب37 مرة. إزاي بقى؟ تعال أنا أقولك. تخيل إن عندك قدرة إنك تقسم أي مهارة أو عادة أو هدف لأجزاء صغيرة، وبدل ما تحاول تغير حياتك كلها مرة واحدة تركز بس إنك تبقى أفضل بنسبة 1%. 1% رقم صغير لدرجة إنك ممكن تضحك عليه، لكن لما يتجمع مع بعضه بيعمل حاجة أقرب للسحر. وبالحسبة البسيطة كده، لو طورت نفسك بنسبة 1% كل يوم لمدة سنة هتوصل في النهاية إنك تبقى أفضل ب37 مرة. وعلى العكس، لو سجلت أسوأ بنسبة 1% كل يوم هتتفاجئ قد إيه إن حياتك ممكن تنهار بدون ما تحس. العادات يا صديقي، العادات هي الفايدة المركبة للذات. زي ما الفلوس بتزيد مع الفايدة المركبة، عاداتك كمان بتتضاعف مع الوقت. في يوم واحد التغيير بسيط، لكن بعد شهور وسنين النتيجة بتبقى ضخمة لدرجة إنك هتنسى إن البداية كانت خطوة صغيرة. والمشكلة إننا مش بنحس بده كل يوم. يعني مثلا تحاول توفر شوية، مش هتبقى مليونير. تروح الجيم 3 أيام جسمك مش هيتغير، فتروح راجع تاني للعادات القديمة لأن مفيش نتيجة. وهنا بنقع في الفخ. البطء اللي في تطور العادات الحسنة هو نفسه اللي بيخلي العادات السيئة تتسلل جواك. يعني تقول لنفسك تاكل يوم كامل أكل غير صحي وزنك مش هيتغير، تطنش أسرتك يوم هيعدوها، تأجل شغلك لبكرة الدنيا مش هتنهار. بس تكررها بنسبة 1% كل يوم وهتشوف نتائج كارثية بعد شهور. العادات السيئة ما بتهدش حياتك بضربة، لكنها بتاكلها لقمة ورا لقمة. يعني مثلا يا صديقي، لو طيارة طالعة من لوس أنجلوس لنيويورك وغيرنا اتجاهها 3 درجات بس، هيكون الهبوط في واشنطن. 3 درجات مش هتتلاحظ حتى عند الإقلاع، لكن مع الوقت المسار كله بيتغير. نفس الموضوع مع عاداتك اليومية، قرار صغير يساوي حياة مختلفة بالكامل. المهم مش انت فين، المهم رايح على فين. النجاح مش لحظة، النجاح مسار. مش مهم دلوقتي ناجح ولا لأ، المهم عاداتك واخداك على طريق النجاح ولا على طريق الفشل. ممكن تكون مليونير بس بتصرف أكتر مما بتكسب، يعني ده مسار خاطئ. وممكن تكون مفلس لكن بتدخر مبلغ بسيط كل شهر، ده مسار صحيح. النتيجة اللي عندك دلوقتي هي مجرد مؤشر متأخر لعاداتك. فلوسك يعني نتيجة عاداتك المالية، وزنك نتيجة عاداتك الغذائية، ثقافتك نتيجة عاداتك التعليمية. البيت الفوضوي يساوي نتيجة عادات في الترتيب. انت بتحصد اللي بتكرره. عايز تشوف مستقبلك؟ بكل بساطة بص لعاداتك الصغيرة. هل بتصرف أقل من دخلك؟ هل بتتمرن مرة على الأقل كل أسبوع؟ هل بتقرأ وتتعلم كل يوم؟ الأسئلة الصغيرة دي هي اللي بتحدد انت هتبقى مين بعد 10 سنين. الوقت مش محايد، الوقت إما بيبنيك أو بيهدك حسب نوع عاداتك. والجميل يا صاحبي إن مفهوم 1% ده أصلا قريب جدا من منهج ربنا في التربية. ربنا سبحانه وتعالى ما طلبش منك إنك تبقى كامل ولا إنك تغير حياتك في يوم وليلة. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. يعني اعمل اللي تقدر عليه، خطوة صغيرة بس مستمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وده بالظبط قانون 1%. عمل صغير مستمر بيتراكم ويصنع منك نسخة أفضل كل يوم. حتى الذنوب ما بتجيش فجأة، هي عادات صغيرة وبتكبر. وكذلك الطاعات، تبدأ بخطوة، ركعتين، صفحة من قراءة القرآن، صدقة بسيطة، وبتلاقي نفسك اتغيرت بدون ما تحس. والخلاصة يا صديقي، العادات سلاح ذو حدين. عادات سيئة تدمرك وعادات حسنة بتبنيك. 1% مش رقم صغير، دي البداية اللي بتغير حياتك كلها. خطوة صغيرة بس في الاتجاه الصح، ومع الوقت هتكتشف إنها خطوة غيرت حياتك كلها. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. لو حسيت انك استفدت شارك الحلقة مع اللي حواليك، ولو عندك اي فكرة او موقف مفيد ابعته لنا عشان تفيد وتستفيد. ما هو انت مش هتستفيد وحدك. استنونا في الحلقات اللي جاية عشان كل فكرة او معلومة بنحكيها ممكن تكون نقطة تحول في حياتك. وعشان كده اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، ويلا نكمل الرحلة سوا عشان نفيد ونستفيد. ما هو انا برضو مش هستفيد وحدي. سلام.